نزال بن رشيد المعصب. ولد نزال بن رشيد بن حمدان المعصب في الحي القبلي من العاصمة الكويتية في فريج أطلق عليه فريج نزال، وقد ولد في العقد الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، ودرس في الكتاب عند الملا عيسى بن شرف، وتعلم القرآن الكريم والقراءة والكتابة ومبادئ الحساب. أسند إلى نزال بن رشيد المعصب أول عمل رسمي عام 1919، حيث وكل من قبل حاكم الكويت التاسع الشيخ سالم المبارك الصباح رحمه الله بمرافقة المجموعة المختصة بإصلاح خط التلغراف بين الكويت والبصرة. كان من أقرب المقربين من حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح طيب الله ثراه، وقد عرف نزال بن رشيد المعصب بالتدين والخلق القويم ورجاحة العقل والسخاء والكرم، لذلك أسند إليه أمير الكويت إمارة عمال الزكاة لشهرته بالأمانة والنزاهة والعفة والعدل، فقد كان محبوبا عند أهل البادية والحاضرة على حد سواء، وكان تعامله مع الناس فيه الرحمة والرغبة في المساعدة، فلم يكن دافعو الزكاة ينفرون منه. كان نزال بن رشيد المعصب راجح العقل، وله علاقات طيبة بحكام الجزيرة العربية وملوك العراق والأردن، وقد التقى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عدة مرات موفدا من حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله. عمل نزال بن رشيد المعصب في دائرة التموين منذ نشأتها في الكويت، وكان مسؤولا عن توزيع البطاقات التموينية على مستحقيها في البادية خلال الحرب العالمية الثانية. في عام 1928 امتلك نزال بن رشيد المعصب سيارة اشتراها من مدينة البصرة في العراق، وكان